السلام عليكم جميعا، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وصحه جيده. مرحبا بكم معايا في قناتي فيديو جديد. اليوم غنحضروا كيك بالشكلاط ومحشي كريمه زوينه. ندوزو المقادير. عندنا العبار غنعبرو بكاس العنبه ومعلقه كبيره ديال الطعام ديال الاكل. هذه هي المعلقه باش غادي نعبرو. عندي 4 البيضات، عندي كاس العنبه سنيده، كاس مع مرش ديال العنبه ديال الزيت، كاس العنبه الحليب، نص كاس العنبه النشا مايزينا، 2 كيسان العنبه ديال الدقيق الابيض، معلقه مع مرش ديال القهوه، معلقه كبيره، ومعلقه كبيره عامره ديال بودره كاكاو المر، شويه الملحه، وعندي 3 المعالق ديال الخل. ندوزو في الطريقه. كناخدو هداك الحليب كندوب فيه النسكافيه قهوه سريعه الذوبان والخل، ونحركوها. نذوبو هذيك القهوه صافي ونخليوه. كناخدو شي اناء كنديرو فيه سنيده زائد البيض، الزيت، خليط ديال الحليب ونسكافيه والخل، نبداو نطربو طرب كهربائي. نزيدو بودرة الكاكاو ونشا، نطربو شويه. نزيدو الدقيق، نزيدو الخمارات. هنا خليت شويه الدقيق نطرب ونشوف لا خصني غادي نزيد. نزيد الدقيق اللي باقي ونكمل الطراب. طرب بالطراب الكهربائي. صافي هنا كنحبس. نزيد واحد شويه. صافي دابا نسجمت العناصر صافي، وكنخويه في مول. انا خويته في هذا المول السيليكون صافي، وندخلو الفران. هنا غنصوبو السيرو اللي غادي نطربو به بيض البيض، كاس ديال سنيده ديال العنبه مع نص كاس ديال الماء. ها هو هنا بعد ما طاب. هنا كنديرو 3 ديال البيض صغير، ولا كان كبير تنديرو 2 ديال بيض البيض مع قبيصه ديال الملحه ونطربوه. نطربوه مزيان. صافي، وكنبداو نزيدو بشويه هذاك السيرو مع التطريب حتى كنكملو.
هنا في المقادير اللي عطيتكم راه عطيتكم غير ديال الكيك، والمقادير الاخرى غتلقاوها في صندوق الوصف ان شاء الله. كنستمروا بهذا الشكل حتى كنكملوا داك السيرو اللي عندنا، كنبقاو نطربوا حتى كيبرد. هنا داك السيرو اللي صاوبنا كنديروه سخون. هنا ها هي وقفات، هذيك المورانغ ديالنا وقفات. هنا عندي ربعة ديال الزبده، انا استعملت غير زبده البواطه هي اللي كانت موجوده عندي. نتوما استعملوا الزبده العاديه، الزبده الحيوانيه كتجي زوينه. صافي كنزيد شويه بشويه وكنطرب، كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الزبده اللي عندي، ونبقى نطرب حتى كتوقف الكريمه، كتولي كريمه. هذه هي كريمه الزبده ابيض البيض. هنا بالنسبه للكريمه اللي غنديروها فوق الكيك، هنا عندي معلقه ديال النشا وجوج معالق ديال سنيده ومعلقه ديال الكاكاو ومعلقه نص معلقه صغيره ديال نيسكافي. هنا عفوا عندي معلقه ديال النشا ومعلقه ديال كريم باتيسير ومعلقه ديال بودره الكاكاو مع امراش ونص معلقه صغيره ديال نيسكافي وجوج معالق كبار ديال سنيده. هنا يمكن لكم تزيدوا في الحلاوه حتى 4 المعالق ديال سنيده، انا نقصت الحلاوه. وعندنا نص لتر ديال الحليب. كنخلط هاد المقادير كامله مزيان حتى كتذوب، وكنعملها في كاسرونه ونديرها فوق العافيه. صافي هنا بعد ما درتها فوق النار، ها هو هي الكريمه تقالت. صافي هنا بارك عليها كنطفيو عليها كنحطوها تبرد. صافي كنفرغوها في شي اناء، في شي هكا شي سوبيره، كنحركوها نخليوها تبرد شويه. ملي كتبرد كندخلوها للثلاجه تبرد، تزيد تبرد شويه. ملي كنخرجوها كنضربوها شويه بالطراب صافي وكنستعملوها. هنا ها هو الكيك ديالنا كنقسمو على جوج. انا راه هنا ما سقيتوش، نتوما سقيوه، اللي بغى يسقيه بغى يجي فتي يسقيه، انا ما سقيتوش. سقيوه بنسكافي مع الماء اولا بالحليب ونسكافي اولا غير بالحليب. صافي هنا درت الكريمه ديال الزبده اللي صوبنا اللي حضرنا وحطيت عليها الكيك. صافي هنا هذيك الكريمه ها هي خرجتها من الثلاجه، ضربتها بالطراب صافي ودهنت بها الكيك من الفوق. صافي وخليت شويه ديال الكريمه اللي عمرت بها ودرت هكا وريضات من الفوق. وهذه هي الكيكه ديالنا بعد ما بردات. نتمنى تعجبكم وتجربوها، وما تنساونيش بجيم وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء. وهذا هو الكيك ديالنا كيجي هكا، كيجي زوين غزال بمذاق القهوه والكاكاو، كيجي رائع. نتمنى يعجبكم وبالصحة والراحة، وإلى اللقاء إلى فيديو لاحق مع فيديو لاحق إن شاء الله، مع السلامة.